متتبعات ومتتبعين الموقع الإخباري أشكين، مشاهدات ومشاهدي التلفزيون البلجيكي مغرب تيفي، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أشكين مع هشام. موضوع هذه الحلقة غادي نخصوه لمناقشة دور المراكز البحثية في ترسيخ وتنزيل الحكم الذاتي بالصحراء المغربية. ولهذا الغرض نستضيف معنا الدكتور طارق أتلاتي بصفته رئيسا للمركز المغربي للدراسات والأبحاث الاستراتيجية. سي طارق، مرحبا بك. اهلا وسهلا سيدي هشام، تبارك الله عليكم. وشكرا لك سي طارق على تلبية دعوة أشكين مع هشام من أجل مناقشة هذا الموضوع الحساس. والمناسبة هو أنكم كمركز نظمتم قافلة بمجموعة من المناطق بالصحراء المغربية تحت مسمى خيمة المواطنة والتفكير. قبل ما نطرق الحديث على الدوافع ديال هذه القافلة والأهداف ديالها والخلاصات اللي خرجت بها، واللي هي كتجي في ما بعد القرار الأممي رقم 2797 الذي رسخ للحكم الذاتي كحلا لتسوية النزاع بالصحراء المغربية. تكلمنا قبل ذلك على المركز ديالكم. نعم. شكرا سيدي هشام. واقع الأمر هو أن المركز المغربي للدراسات والأبحاث الاستراتيجية هو تقريبا يشارف اليوم على 20 سنة من التواجد في الساحة العلمية، في ساحة المتابعة والرصد لكل القضايا التي تهم الوطن في الداخل والخارج، وعلى رأسها بطبيعة الحال الخبرة المجسدة في قضية الوحدة الترابية، ألا وهي قضية الصحراء المغربية. محطات عديدة تفاعل فيها المركز المغربي للدراسات والابحاث الاستراتيجية مع التطورات الإيجابية التي عرفتها المملكة المغربية بخصوص هذا النزاع، وخصوصا بصفة خاصة نقول منذ طرح مشروع الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية سنة 2007. المبادرة اليوم التي قام بها المركز إلى جهة العيون بوجدور الساقية الحمراء، وكانت فيها زيارة إلى منطقة قلتة زمور لما لها من دلالات أنا غير وأبعاد. سمحت لي سي طارق، قبل ما نطرقوا للحادثة ولا قبل ما نتحدثوا على المبادرة اللي قمتم بها، وفي إطار الحديث على المركز ديالكم، انتم مركز غير حكومي. نحن مركز مستقل مركز بحثي يقوم بالدراسات والابحاث الاستراتيجيه. طيب. وبطبيعه الحال انا قبل بغيت نتكلم على المبادره الاخيره، كانت مبادرات كبرى، وكان دائما كنا نتفاعل في الاقاليم الجنوبيه من خلال ندوات مفتوحه مع الساكنه، مع يعني هذه ماشي اول مبادره ليست اول مبادره، هي المبادره الثانيه الرسميه لخيمه المواطنه والتفكير. سبقتها المبادره الاولى للخيمه، والتي كانت سنة في دجنبر 2020 بالضبط، حينما حررت المملكة المغربية القرقارات من كل الشوائب التي عرفتها هذه المنطقة آنذاك. طيب. نعم. ومناسبة هذه القافلة الثانية هي ما بعد القرار الأممي رقم 2797 اللي قلنا أنه رسخ للحكم الذاتي كحلا لتسوية النزاع المفتعل بالصحراء المغربية. كيفاش انتم كمركز شفتوا هذا القرار هذا؟ يعني رؤيتكم ليه؟ تماما. هو هذا القرار 2797 يعتبر ولن ينسى بالنسبة لكل المغاربة، سواء المتواجدين داخل المملكة أو المتواجدين في الجهات الأخرى، على أساس أنه طرح إطارا. وهذا الإطار احنا استجابة لمضامين الخطاب الملكي، لأنه وضع خارطة طريق في هذا الإطار. وبالتالي تحدث جلالة الملك في إطار بطبيعة الحال ننوه بالدور الدبلوماسية الملكية، لأنها أوصلتنا إلى ما أوصلتنا إليه لتحقيق السلام، ونحن على خطى يعني قاب قوسين أو أدنى لتحقيق السلام النهائي. تثبيت الحكم الذاتي في الأمم المتحدة هو لم يكن بالشيء الهين. يعني كانت هناك صولات جولان، كان هناك نوع من التضحيات الجسام الكبرى، لأنه بعد توقيع وقف إطلاق النار سنة 1990، بعد ذلك منذ تقلد جلالة الملك الحكم،
بدأت مرحلة الاشتغال على الآلة لتحقيق السلم المنشود والهدف المنشود. وبالتالي اليوم نحن من منطلق هذا القرار وضع الإطار الذي ثبت الحكم الذاتي لكي يكون الأساس الذي ستتم المحادثات وستتم المفاوضات على أساسه، بمعنى أنه هناك حكم ذاتي سيجمع الإخوة سواء داخل الأقاليم المتنازع عليها من هذه الجهة أو من الجهات الأخرى، ويفتح الباب على مصراعيه لغلق باب الماضي الأليم بالنسبة للإخوة، والذي عرف بطبيعة الحال معارك طاحنة ويعني أرواح للشهداء ذهبت في سبيل هذا الرقعة الجغرافية. الإخوة كتقصد بهم اش كتقصد بالإخوة؟ الإخوة نقصد بهم جبهة البوليساريو، لأنه المنطق بطبيعة الحال يفرض على أنه كان هناك خصام تطور إلى نزاع. هذا النزاع سنة 1990 سيتوقف وسنعود إلى نوع من الصراع الدبلوماسي السياسي. واليوم حتى هذا الصراع السياسي والدبلوماسي يدخلنا جميعا في إطار خارطة طريق هيئت من أجل يعني تناسي الماضي، تقريب البعيد، والدخول في مرحلة التقارب والتآخي، لأن العائلات موجودة هنا والعائلات موجودة هناك، والقصة الجميع يعرفها. طيب، من بين المصطلحات اللي بغيت رأيكم فيها دكتور طارق بصفتكم مركز بحثي واللي جات في القرار 27/97 هي مصطلح حكم ذاتي حقيقي. نعم. كيفاش فهمتوا هذا المصطلح هذا، الورود ديالو في هذا القرار هذا، وشنو المقصود بحكم ذاتي حقيقي؟ نعم، هو مصطلح يحيلنا بطبيعة الحال على شخصية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي بطبيعة الحال نحن كمجتمع مدني إلى جانب وكخبراء إلى جانب الآليات التنفيذية للدولة، كما قالها جلالة الملك، صديق المملكة المغربية ورجل يسعى إلى تحقيق السلام. ومن هذا المنطلق مسألة الحكم الذاتي الحقيقي هو المقصود به أن صيغ الحكم الذاتي هي كثيرة جدا، ويقصد بهذه مسألة حقيقي المضافة للحكم الذاتي على أن هنا إذا كان الحكم الذاتي الذي طرحه جلالة الملك سنة 2007 يعتبر يعني ذو مصداقية وجد وواقعي، فإضافة حقيقي تفيد بأنه نهائي. وعلى هذا الأساس بطبيعة الحال الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب الأمم المتحدة هي سترعى هذه المفاوضات حول هذا الحكم الذاتي الحقيقي بما يفيد الضمانات التي ستمنح لكل طرف بناء على ما هو موجود في الرقعة الجغرافية. ضمانات لماذا؟ ضمانات ماذا عفوا؟ واش ضمانات حكم ذاتي حقيقي أم ضمانات تنزيله؟ وما هي هذه الضمانات في تصوركم؟ نعم، لكي نقرب، لأن المواطنات والمواطنين، وأنا من هذا المنبر بطبيعة الحال يعني أتقدم بكل الشكر للمواطنات والمواطنين بالأقاليم الجنوبية المملكة، لأن كان واحد التفاعل كبير جدا، وكان واحد الشغف وواحد الرغبة لمعرفة التفاصيل ومعرفة ماذا سيجري. من هنا نقول بأنه الحكم الذاتي هو له 4 مرتكزات كمبادئ أساسية عامة، وهذه المرتكزات تبتدئ أولا من الاعتراف بالهوية، وهذا الاعتراف بالهوية ثقافيا لغويا وأيضا كل ما هو محلي. وهذه المسألة هذه هي موجودة في المملكة المغربية واشتغلت عليها كل النماذج التنموية، منصوص عليها دستوريا، منصوص عليها دستوريا، حتى اللغة وحتى كل ما يرتبط بالهوية. بمعنى هذا أمر محسوم دستوريا. المرتكز الأول. المرتكز الثاني هو يعني إطار أو إطارات سياسية موسعة في الحكم المحلي، بمعنى أنه غادي نجيو نشوفوا من بعد المؤسسات اللي هي ديال الحكم الذاتي اللي تتكون فيها برلمان محلي، حكومة محلية، وهذا سيحيلنا على
هل هذا الأمر موجود في الدستور أو غير موجود في الدستور؟ وهذا له نقاش أيضا. أم يحتاج تعديل دستوري؟ أم يحتاج تعديل دستوري تماما. وبالتالي المرتكز الثالث دائما يكون هو أن الدولة الأم تبقى لها الدفاع الوطني، العلم الوطني، العملة. بطبيعة الحال هذه أمور تبقى خاصة بالدولة المركزية. ثم بطبيعة الحال في نهاية المطاف تبقى الضمانات. هذه الضمانات كمرتكز رابع هي الضمانات التي ستمنح لتثبيت الاتفاق النهائي، لكي لا يرجع أحد الأطراف إلى سابق عهده في إثارة افتعال أزمة حول. وبالتالي هذو هما المرتكزات ستمنح من الأربع. طرف من طرف واش كتقصد ضمانات أممية دولية تماما. أم ضمانات الدولة التي لا. ستنزل لا، ضمانات، المغرب؟ لأن الذي يرعى الآن المفاوضات الولايات المتحدة الأمريكية مشكورة في شخص رئيسها دونالد ترامب في انسجام تام مع الأمم المتحدة. وبالتالي الأمم المتحدة سترعى تحقيق هذا السلام عن طريق آلية الولايات المتحدة الأمريكية، وهذه تبقى أكبر ضمانة اللي هي الأمم المتحدة وأقوى دولة عظمى في العالم. وبالتالي كل ما سيتم الاتفاق عليه سيتم تثبيته وترسيخه في إطار اتفاق تاريخي، ولا يحق لأي من الأطراف أن يتراجع عن هذا الاتفاق في نهاية المطاف. إذن هذه هي المرتكزات الأربع، وبطبيعة الحال هي أمور عادية لأنها ذات بعد دولي. طيب، هذه مرتكزات الحكم الذاتي، وحتى المغرب لما قدم مقترحه للحكم الذاتي في 2007 قدم مبادئ عامة، لم يقدم تفاصيل. عندما الآن أصبح هذا المقترح للحكم الذاتي هو أساس للحل ديال قضية الصحراء، المغرب يحين مقترحه للحكم الذاتي. وفي هذا الإطار طلب من الأحزاب السياسية رؤيتهم للحكم الذاتي وتصورهم للحكم الذاتي. كيف شفتي هذه الخطوة ديال إشراك الأحزاب السياسية في تحيين مبادرة الحكم الذاتي؟ صحيح. هو جلالة الملك بصفته رئيسا للدولة طبقا للدستور كأسمى قانون في البلاد، الدستور يفرض على أن الدولة تشرك المؤسسات الوسائطية والتي هي الأحزاب السياسية والنقابات بطبيعة الحال. ونحن كمجتمع مدني نقوم بأدوارنا في هذا الباب، وتكون هناك خلاصات وتوصيات ويكون الأمر واضح. بالنسبة للأحزاب السياسية بطبيعة الحال لها آليات للاشتغال بطبيعة الحال. بالنسبة نتحدث عن الأحزاب اللي هي جدية في هذا الموضوع والتي تأخذه كأولوية في انشغالاتها وفي اشتغالاتها. وأعتقد كاع الأحزاب المغربية تأخذه كأولوية وإلى حد ما، لأن هناك من له آليات تفيد. لا ننكر مثلا التواجد بعض الأحزاب في بعض الإطارات الدولية والتي تفيد الدولة وتساهم. والمهم كل واحد يساهم من جانبه بالقدر المتاح، اللي يقدر عليه، بالقدر المتاح. هذا هو. وعلى هذا الأساس بطبيعة الحال هذا الإشراك يفيد على أن هذه المؤسسات الوسائطية دستوريا تتقدم بمقترحاتها، وتؤخذ هذه المقترحات بعين الاعتبار بما يخدم المصالح العليا للدولة وللوطن بصورة عامة. وبالتالي ندفع في هذا الاتجاه التشاركي الذي هو يعطي. واش تم الانفتاح عليكم كهيئات المجتمع المدني في هذا الإطار؟ نحن منفتح علينا منذ بشكل رسمي، لأن تم استدعاء أمناء عامين الأحزاب واستدعاء الكتاب العامين للنقابات أو المركزيات النقابية على الأقل، وتم مناقشة مع الموضوع وطلب منهم رأيهم. أنتم كمراكز بحثية وبقية الإطارات المجتمع المدني، واش كان شي انفتاح عليها بشكل رسمي أم لا؟ احنا الأدوار ديال المجتمع المدني وخاصة كخبراء، احنا لا نقتصر على مثلا نقولوا الأوراق. هي الأوراق تكون كمخرجات كتوصيات، ولكن احنا مثلا في المبادرة، مبادرة خيمة المواطنة والتفكير، وهذا سنقوله حصريا بالنسبة
جريدة أشكين التي نكن لها كل التقدير والاحترام، شكرا سي. أنه الوصول القافلة إلى قلة الزمور، لأن احنا مشينا من العيون إلى قلة الزمور ماشي 220 كيلومتر، مشينا 280 كيلومتر، لأن قربنا عند الإخوة ديالنا بشكل كبير. وبالتالي كان إطلاق النداء تطلقنا عنه هو مستوحى من الخطاب الملكي بطبيعة الحال للإخوة، وكان هذا النداء هو أطلقنا عليه اسم نداء قلة الزمور للسلام. فبكل أمانة حدث تفاعل من الإخوة في الجبهة، جبهة البوليساريو، جبهة البوليساريو تفاعلوا مع ندائكم، تفاعلوا مع النداء بشكل كبير وقوي. كيف تفاعلوا؟ إيجابا أم سلبا؟ لا، إيجابا. وكيف؟ كيف؟ لأنه وعبر ماذا؟ عبر وسائل تواصلية، لأن أنت تتعرف بأن موجودين العائلات هنا والهيه، والتواصل راه هو دائم ويومي. والمملكة المغربية إذن كيف وخاصة جلالة الملك طرحه في الحكم الذاتي كان بصفة أولى قبل أن يكون قانونيا وسياسيا، كان إنسانيا، ويحرص على إنهاء هذا الموضوع لكي للم الشمل وجمع الشمل. وبالتالي كان هناك استحسان كبير للخطاب الملكي على أساس أنه فتح هذا الباب، وينتظرون ردود الفعل من المنتظم الأممي للدخول. وبطبيعة الحال لا ننسى أن 50 سنة من الصراع راه هي تعطي نوع من التوجس. أنتظر تقول لي كيفاش كان التفاعل معكم من طرف الجبهة. نعم، التفاعل كان إيجابيا جدا، لدرجة أنهم استحسنوا كما قلت الخطاب الملكي، واستحسنوا خطاب النداء اللي هو مستوحى من الخطاب الملكي، على أساس أنه خطاب جديد في المرحلة. باش نكونوا واقعيين وبكل أمانة، ما طرحه جلالة الملك لأول مرة هو يعيد النظر في كل الحسابات. أهم مضامين هذا النداء ديال المركز ديالكم، نداء اللي سميتو نداء قلة الزمور، نداء قلة الزمور للسلام. أهم المضامين ديالو؟ نعم، أهم المضامين أنه بداية نتحدث عن لم الشمل، ولكن المرتكز الأساسي لهذا النداء هو ما جاء في خطاب جلالة الملك حينما تحدث عن فكرة رئيسية، وهي التي قلبت كل الموازين. جلالة الملك قال في خطابه: ننتقل من التدبير إلى التغيير، بما يفيد هذين المصطلحين دلالاتهما وأبعادهما الكبرى. تدبير بمعنى نحن كنا ندبر منطقة في حالة نزاع، واليوم دخلنا في مرحلة تحقيق السلام والهدف المنشود ألا وهو السلام بين الإخوة. فبالتالي يجب طرح تغيير فعلي وجذري، والذي هو يحمس الطرف الآخر، يحمس الطرف الآخر اللي بطبيعة الحال لكي يؤمن. قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. بمعنى أنك أنت تتعرض علي منتوج مهم وجيد. اللغة محدد كبير في العملية السياسية والدبلوماسية. حينما أنا ألغي مسألة التدبير وأنتقل إلى التغيير، بما تشمل من تغيير العقليات، بما تشمل من تغيير الوسائل، بما تشمل من تغيير المنظومة التي سيتفاعل معها الجميع. هنا أنا من بعد غادي ندخل باش نعطيك. تفضل. في هذا الإطار، في إطار القافلة اللي قمتم بها، يعني هذه القافلة أنتم قمتم بها كمركز بحثي غير حكومي مستقل، أم كان هناك تنسيق سواء مباشر أو غير مباشر مع جهات رسمية مثلا الخارجية أو جهات أخرى؟ نهائيا نحن مركز بحثي مستقل. انتقلنا إلى مدينة العيون، وهذا الأمر هذا احنا هيئنا له منذ خطاب جلالة الملك، ونحن نهيئ تصور استوحيناه بطبيعة الحال من الخطاب، واستجابة لهذه المضامين كيف سنقوم بدورنا كمجتمع مدني وسنقوم بتنزيله. وبطبيعة الحال يسر الله الأمور. بهذه المناسبة يعني باش لا نبخس أي أحد حقه، أن جميع السلطات وبما فيها القوات المسلحة الملكية، ونثني عليها وعلى الأدوار التي قامت بها طيلة هذه 50 سنة، بكل زعما أمانة
لم نتلقى كي تيقولوا ما لقينا حتى شي عكوسات الحمد لله، لان يسرت لكم الامور. يسرت الامور بناء على خطاب جلاله الملك. جلاله الملك يطلب منذ ان اعتلى العرش وهو يشرك الجميع، وهذا الخطاب الاخير هو اعطى فيه رساله لكي يقدم كل من يملك اضافه او قيمه مضافه فليتقدم. الاهداف اللي سطرتوها لهذه القافله، الاهداف قافله خيمه المواطنه والتفكير الثانيه، الاهداف اللي سطرتوها لها شنو هي؟ الاهداف هو بصفه رئيسيه ان خطاب يعني مضامين الخطاب التي استشفيناها من الخطاب في العمق. معك تقصد الخطاب الملكي نعم. بمناسبة القرار عيد الوحدة. عيد الوحدة. نعم. 31. هذا الخطاب الذي أفرز لنا عيدا جديدا 31 أكتوبر. تماما 31 أكتوبر، بمعنى أنه هناك ما هو قبل 31 أكتوبر وما بعد 31 أكتوبر. ما قبل 31 أكتوبر كانت فيه خصومات وكانت فيه معارك قبل 1990، وكان مسموح لنا آنذاك أن نتحدث عن الانتصارات وعن الهزائم. اليوم ما دام أن هناك جدية لدى الأمم المتحدة وثبتت ورسخت الحكم الذاتي وطرحته للأطراف، فهذه مرحلة جديدة للسلام. والمملكة المغربية لم يثبت في أي لحظة من اللحظات أنها لم تتفاعل مع قرارات مجلس الأمن من الأمم المتحدة بصفة عامة، بمعنى أنها اليوم هي لا تعتبر المملكة لا تعتبر نفسها منتصرة بقدر ما تعتبر نفسها يعني سعيدة بالإطار الجديد الذي سيتوج بالسلام. وهذا عبر عنه الملك في خطابه تماما. هذا ما قلت بأنه مضامين الخطاب. إذا دخلت في تحليل عميق لبعض السطور اللي في الخطاب سنفهم جميعا على أننا انتهت مرحلة وحل عهد جديد سنسميه هو عيد الوحدة ونسميه عيد الأنوار، وبالتالي عيد التقارب لا التباعد. وبالتالي هذا قلت في البداية بأنه بكل أمانة أنه كان هناك تفاعل في الجبهة، وكان تفاعل كبير في الأقاليم ديالنا الجنوبية أيضا. عدت لنقطة الجبهة وتحدثت عن التفاعل معها. هو ما خليني نطرح لك واحد السؤال: واش عندكم شي تواصل مع أطراف في الجبهة؟ واش كتواصلوا بشكل مباشر مع بعض أعضاء او لا بعض الناس، ما عرفتش انا شنو صفاتهم او رتبهم في جبهه البوليزاريو؟ بكل امانه، ولو ان هذا حصري مره اخرى لجريده اشكال. شكرا لك مره اخرى. الله يكبر بك. لنا علاقات مع الاخوه في الجبهه، نلتقيهم في ملتقيات، في محاضرات، في ندوات دوليه، لنا اصدقاء في جبهة البوليزاريو. لنا أصدقاء في الجبهة، أناس عقلاء. وفي هذه المناسبة نترحم على المرحوم بابا مصطفى السيد، كان أستاذا جامعيا، رجل حكيم، رجل عقلاني، وكان منتج للأفكار، لأن المسألة من هذا الطرف ومن الطرف الآخر كانت في حاجة إلى أفكار، وهذه الأفكار التي يؤمن بها الجميع، ولكي ترسخ وتثبت في منتظم الأممي ولتفعل في أرض الواقع. كان صديقا كبيرا ونترحم عليه في هذا. هو من الأخ، يعني كان يحمل هما إنسانيا، وبالتالي نقولها بأنه الناس ديال الجبهة فيهم يعني بعيدا عن لغة البنادق وعن لغة السلاح التي عمت من سنة 1975. وبهذه المناسبة هذا لا يعني أننا يعني نتناسى شهداء الوطن من الجيش الملكي والقوات المسلحة بصفة عامة، ناس اللي أدوا الأدوار ديالهم واللي حافظوا على الحدود بطبيعة الحال. ورئيس الأركان ديال القوات المسلحة الملكية هو جلالة الملك. فبالتالي نحن نعيش المراحل، وحبا في الوطن يسعى الإنسان إلى السلام. وبالتالي هذه المرحلة احنا استجابة لمضامين جلالة الملك، الآفاق مفتوحة والأبواب مفتوحة
لكي يتم هذا التفاعل بشكل كبير جدا. المناطق اللي شملتها القافله ديالكم بالاضافه الى قلت تزمور، شنو هي المناطق اللي شملتها؟ كان عندنا في بجهه العيون بصفه عامه، مدينه العيون كان عندنا فيها لقاءات جد خاصه بمدينه العيون، بحيث خرجنا فيها، كان فيها اللقاء مع الساكنه في اطار يعني الندوه مفتوحه لتلقي الافكار والاراء، ولكن كان لنا لقاء خاص في اليوم الأول والثاني، وخصوصا اليوم الثاني لأنه كان موسعا، كان مع كل شيوخ القبائل الصحراوية وبرئاسة شيخ شيوخ القبائل الصحراوية السيد إبراهيم ولد الرشيد. وبالتالي بعد نقاشات مستفيضة وتحليل من طرفنا للخطاب الملكي، واللي كان فيه كرمنا هذه الشخصيه هذه ديال شخصيه شيخ شيوخ الصحراء. المركز المغربي للدراسات والابحاث الاستراتيجيه قام بتكريمه لاسباب كثيره وعديده. ان بيته بيت عامر لانه يلجه كل صحراوي في المنطقه، وهو يلعب دور اساسي ورئيسي في فض الخصومات والمنازعات بين القبائل. وبالتالي عبر رسميا باسم القبائل، جميع القبائل الصحراوية، على أنه كل القبائل الصحراوية تتمن خطاب جلالة الملك، وهي مستعدة بطبيعة الحال ومجندة وراء جلالة الملك لتحقيق هذا الهدف المنشود. وانا كما قلت لك راه كل شيء عنده الابناء ديالو تما والعائلات ديالو تما. ابرز التساؤلات اللي لمستوها مطروحه عند نبدا بالساكنه، ربما قمتم كذلك بلقاء في مدينه بوجدور. نعم. بالاضافه الى العيون قمتم بلقاء نعم. مع الساكنه في مدينه بوجدور. نبدا بالساكنه اولا، ابرز التساؤلات اللي عندهم نعم. حول هذه المرحله الجديده من التدبير ديال قضيه الصحراء ما هي؟ نعم، هي امور كثيره، ولكن اهمها بطبيعه الحال هو اولا الحكم الذاتي. الكل يتساءل عن صيغه الحكم الذاتي الذي حققته الدبلوماسيه الملكيه. ما هي نقاطه القويه، ايجابياته، انعكاساته على ساكنه الاقليم. وبالتالي كان هناك تفاعل كبير. أوضحنا للساكنة أنواع الحكم الذاتي عبر العالم، والحكم الذاتي الذي يناسب هذا النزاع. أن الحكم الذاتي بطبيعة الحال هناك تجارب عدة ما كاينش نسخة واحدة تطبق نعم. عبر العالم. هناك صياغ كثيرة، وليست أول مرة يطبق فيها الحكم صحيح. الذاتي وهو في المغرب. لا، كان عندنا مثلا الحكم الذاتي الإداري، الحكم الذاتي الاجتماعي، الحكم الذاتي الاقتصادي. ولكن خصوصية المملكة المغربية هو أنه هذا الحكم الذاتي يأتي بناء على نزاع، وبالتالي المقومات ديالو هي المبادئ الأساسية التي ذكرنا قبل قليل، وهي 4، والتي تحيل على مؤسسات. وهذه المؤسسات حينما نقول برلمان وحكومة، لا ننسى بأن الأقاليم الجنوبية للمملكة التي كان هو نزاع مفتعل بطبيعة الحال، والكل يعرف التاريخ ولا نريد أن نعود إليه. مسألة تدبير ثروات، ومسألة تدبير العلاقة بين المركز وبين المحلي، وهذه الأمور مقدور عليها. احنا من زاويتنا بطبيعة الحال، من زاوية اشتغالنا في هذا الموضوع لسنوات، هو يبدو الأمر صعبا، لأنه في البداية المطلوب دائما هو إذابة الجليد للقبول بالآخر والجلوس وطرح. وهذه المسألة نعتقدها اليوم إيجابية، على اعتبار أن الذي يرعى هذه المسألة إلى جانب الأمم المتحدة، ونثق كل الثقة بكل أمانة دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، لاعتبار أساسي منذ أن يعني أن أصبح رئيسا وهو يطفئ في النزاعات. ونحن نلاحظ كيف أن سوريا الآن هي انتهت، بالنسبة لقطاع غزة على مشارف النهاية، أوكرانيا وروسيا على مشارف النهاية، بمعنى أنه رجل جاد في تحقيق السلام. ولهذا
قال جلالة الملك بأنه صديق للمملكة، بمعنى أنه يثني على الجهود التي قامت بها المملكة المغربية برئاسة جلالة الملك. طيب، بالعودة إلى جولتكم، أهم التخوفات، واش الساكنة كان عندها شي تخوفات من الحكم الذاتي؟ وهنا أنتقل عند لقائكم بالشيوخ القبائل. شيوخ القبائل واش عندهم شي تخوفات من دورهم في المرحلة الجديدة وموقعهم من الحكم الذاتي؟ نعم، هم الشيوخ بصفة عامة والساكنة، لأن ما نسوش بأن المنطقة لها كوادرها، لها الآن جيل جديد من الطلبة إلى آخره. شيوخ وأعيان كذلك. شيوخ وأعيان. الهم الوحيد وهو يسألون عن كيف ستتم عملية تدبير صيغة الحكم الذاتي، بمعنى أنهم يريدون معرفة كل الزوايا والجوانب والأركان. هذا من جانب، ولكن من جانب آخر بكل أمانة يرغبون في أن تكون المرحلة التي أعلن فيها جلالة الملك على الانتقال من التدبير إلى التغيير أن تكون مرحلة تقطع مع بعض الممارسات التدبيرية السابقة التي بطبيعة الحال كانوا يرون فيها أنها لا تسعف الجميع إذا صح التعبير، وبالتالي يرون في هذه المسألة أنه هناك ضرورة تغيير العقليات. يطلبون القرب، سياسة القرب أكثر. يعني مسائل هي ليست بالكبيرة جدا، على أساس أن الخطاب هو اليوم خطاب تاريخي. ولماذا أقول خطاب جلالة الملك تاريخي؟ لأنه فتح شهية الجميع على الاندفاع نحو تحقيق هذا السلام، وبالتالي الخطاب رأى فيه أبناء وشيوخ القبائل الصحراوية بأنه مجال خصب جديد فتح أمام عهد جديد بأدوات وآليات جديدة وعقليات جديدة، وبالتالي هو تأسيس لمنظومة جديدة. وأعتقد بأنه اعتقادي جازم وراسخ بالنسبة على الأقل تيار أو تيارين داخل الجبهة، أنه يؤمن بهذا المنطق، وبالتالي يدفع في اتجاه تحقيق أيضا هذا السلام. وبالتالي احنا نداؤنا في الجلتا كان هو كفى من التباعد، وليعمل الجميع على لم الشمل والتقارب. طيب، في إطار هذه القافلة اللي قمتم بها، وهي قافلة يعني كما تقول كانت لها يعني لقاءات، وأكيد أنكم استمعتم حتى إلى تصور الشيوخ وتصور الساكنة للحكم الذاتي. كيف يتصورون هذا الحكم الذاتي؟ يتصورون هذا الحكم الذاتي على أنه سيكون قيمة مضافة. في ماذا؟ قيمة مضافة في أنهم يحافظون على مكتسباتهم، وتضاف إليهم مكتسبات جديدة التي تتفاعل في العمق وجديا مع الهوية، هوية ساكنة الصحراء، بمعنى أنه الفهم العميق للعقليات لا ينبغي أن يدبر ويدار بشكل تدبيري عادي كما كان الأمر في السابق، بل هناك محددات. وبالتالي يرغبون في أنه حتى إخوانهم الذين مثلا نحن نتصور هذا الصورة الجميلة على أنه دخلنا في الحكم الذاتي وأن الناس جات، كيف ستتم العملية؟ ما نساوش هناك يعني الساكنة لها طموحات، هاد الناس هم اللي غادي يجيو أيضا لهم طموحات. وكيف سيتم التسيير؟ هل سيتم التسيير من طرف الآن القادة ديال الجبهة الآن، نعم. أم من طرف الأعيان اللي موجودين في الصحراء، أم بشكل تشاركي؟ نعم. يعني حتى هذه الأمور هذه هو دور الدولة المركزية بقيادة جلالة الملك. لا شك وأنها في هذه المفاوضات ستعمل على وضع كل الضمانات التي لا تضر بأي طرف ولا تسيء لأي جهة، وتعمل على بناء الإطار التنموي المؤسساتي الذي ينخرط فيه الجميع. لأننا لن ننسى المسألة لن تكون بين صحراويين وإخوانهم صحراويين، لا بالعكس، للاندماج في المملكة المغربية، لأن هذا المغرب
بكل امتداداته وتفرعاته، وبالتالي هذا سيفتح آفاق أخرى للمملكة المغربية كقوة إقليمية في المنطقة. ولا يسمح المجال لنناقش ما يجري في مالي الآن وما يجري في التحولات ولا ما تقوم به مثلا دولة قطر اليوم إلى آخره، ولكن نحيل على بعض المحددات الأخرى الدولية التي ستكون حاضرة في المفاوضات حول الحكم الذاتي. ما دخل قطر في هذا النقاش؟ قطر للأسف أساءت للمملكة المغربية بشكل كبير. هذا ليس كلامنا ولكنه كلام الولايات المتحدة الأمريكية على لسان إيلون ماسك، لأنه هو الذي يدبر المنصات، وبالتالي كل الضربات التي تتعرض لها المملكة المغربية تخرج من الدوحة، وهذا لا يليق بكل أمانة، لأن المملكة المغربية كانت يدها ممدودة، وبالعكس كنا في مرحلة وضعنا صداقتنا وتحالفنا مع كل دول الخليج ومصر أيضا. الملك قام بزيارة لقطر تماما، إبان محاصرتها وكسر، وكانت هناك شحنة من الدعم إليها تماما، إبان حصارها من يعني طرف وكسر الحصار. آه. ومن زعما بكل أمانة أن الآخرين لم يستحسنوا الأمر. لماذا في اعتقادكم قطر أقدمت على هذه الممارسات التي وصفتها بالمسيئة للمملكة المغربية؟ هو بكل أمانة، ونحن اشتغلنا منذ نتذكر ما قامت به القناة الجزيرة في سنة 2006. هي ليست الإساءة الأولى ولا المرة الأولى ولا الثانية. هو المسألة بالنسبة لدول الخليج هي المسألة المملكة المغربية حباها الله بموقع استراتيجي، وهذا ما كان يقوله المرحوم الحسن الثاني ويقوله جلالة الملك محمد السادس اليوم. الموقع الاستراتيجي تتنافس عليه القوى في الخليج من أجل المحيط، والمملكة المغربية هي التي تملك المقومات التي تسمح بالتحالف مع هذه الدول. راه ساعة إيران وساعة قطر، ولكن المملكة المغربية إيران قد نتفهم، لكن مفهوم. قطر أيضا دخلت في منافسة مع كل من السعودية والإمارات، ويجب على حساب المغرب. والآن يجب أن نشرح للمواطنات والمواطنين المغاربة على أنه للأسف ليست المرة الأولى التي هي تدعم الجزائر ضدا في المغرب. قامت بهذه المسألة، والمرة الثانية في سنة 2006 وقامت بها لما المملكة المغربية استقدمت استثمارات شركة رونو إلى المغرب. قطر استخدمت فولكسفاغن آنذاك إلى الجزائر، ولكن العملية لم تدم إلا شهور قليلة وانطفأ ضوء هذا الاستثمار. والآن تحاول إنقاذها من أزمة الحليب ومن أزمات واليوم أخطر ما في الأمر هو أنه من غير مقبول أن تؤجج في الوقت الذي نسعى فيه إلى السلام وتقريب البعيد، ونقول كفى من لغة البنادق، أن تدعم طرح العودة إلى النزاع المسلح، وهذا أمر غير مقبول. تدعم طرح العودة إلى النزاع كيف؟ بالتسليح. قطر تسلح بوليزاريو. هذا أمر يعني كان هذه واحد 6 أشهر أعتقد أنه كان طرح في إطار تقارير وخبر، ولكن لم ينتبه آنذاك الجميع، مع أننا حسن نية. سي طارق اسمح نعم. باش ندقق في هذه النقطة هذه بالضبط، لأنك فاجأتني بها. نعم. قطر تقوم بتسليح الجماعات البوليزاريو الانفصالية. قامت بذلك وليست مرة واحدة، وللأسف نحن كنا نعتقد بأنها دولة صديقة، دولة متحالفة، شأنها شأن الإمارات العربية المتحدة، شأن المملكة العربية السعودية، شأن باقي دول الخليج الصديقة والحليفة. أن تصل إلى حد التسليح؟ هذا المستغرب، واللي أكثر من هذا وهو أننا لم نخرج بعد من أن عنده شي مصادر زعما ولا غير تحليل؟ لا، ليس تحليل، بقدر ما نحن نشتغل في المركز المغربي للدراسات والابحاث الاستراتيجية على منطق المعلومة وتحليل المعلومة، وبالتالي هي تقارير كثيرة التي وآخرها ما أعلن عنه إيلون ماسك، لأن المعاداة بهذا الشكل وراءها ما وراءها. ونحن نرى الآن ما يقع في دولة مالي، بحيث أن تنظيم القاعدة سيطر على شمال مالي في الوقت الذي طرح فيه جلالة الملك حفظه الله، طرح مشروع الأطلسي الذي سيهيئ هذه الدول، دول الساحل،
لكي تنعتق من البؤس ومن الفقر، تجد منفذا تجد إلى منفذا الأطلس. على البحر. الآن هناك نوع من التشويش إذا لاحظت في المنطقة، وبالتالي وراءه قطر، هذا أكيد لأن لها لأن تواجد. المتهم الرئيسي هنا هو الجزائر، وباتهام رسمي من طرف مالي أو من طرف القيادة المالية بأن الجزائر تدعم الإرهاب نعم الذي التي يسيطر على شمال مالي. صحيح، ولكن هناك دائما المحرك. طبيعة الحال هي الجزائر في إطار الأخذ والرد مع تبادل دولة الأدوار مالي، بينها وبين قطر. وهي قطر معروفة للأسف، وهذا لا يليق بها، لأن نحن لا نكن لها إلا كل تقدير. ولا لاحظت أن حتى الأميرة ذهبت في صاحبة السمو جعلت المغرب سنة المغرب بقطر، ومثلت صاحبة السمو الأميرة لاله حسنة هناك المملكة. يعني نحن كانت لنا نية سليمة ولا زالت، يعني نعطي غير أمثلة. وبالتالي هذا الأمر هذا يجب أن تراجع نفسها بشكل كبير، لأن المملكة المغربية ليست بالبلد والدولة العادية. قد تشوش على تنزيل الحكم الذاتي في الصحراء المغربية قطر. نهائيا لسبب بسيط، هو لأنه اليوم الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب الأمم المتحدة هي الضمانة الرئيسية التي ترعى هذه المفاوضات. وبالتالي أنا قلت في البداية بأن إضافة حقيقي تفيد بإذن الله الهدف المنشود، ألا وهو السلم بين الإخوة. طيب، قبل الختم، ما هي أهم الخلاصات اللي خرجوا بها من قافلة خيمة المواطنة والتفكير؟ كخلاصة، يعني أن كل الصحراويين بالأقاليم الجنوبية للمملكة كلهم ينسجمون مع الرؤية، لأن احنا مشينا تحت شعار المبادرة خيمة المواطنة والتفكير، تحت شعار الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية من الرؤية الاستراتيجية لجلالة الملك إلى الأجراء. الكل منسجم مع الرؤية الاستراتيجية، الكل منسجم مع كل الأهداف التي تحققت إلى حدود الساعة، والكل ينتظر أجراءات هذه الرؤية الاستراتيجية. وبالتالي من يملك الآن زمام الأمور في تنزيل الرؤية الملكية سواء على المستوى الوطني أو على المستوى الأممي، الكل ينتظر كيف ستمشي الأمور. وأيضا لا ننسى بأن الإخوة في الجهة الأخرى يترقبون. ما زلتم تنسقون معهم؟ عادي في إطار تواصلات نعتبرها إنسانية. الكل يترقب كيف ستمشي الأمور، وهناك رغبة، هناك جدية لدى الأطراف الأخرى أيضا. وبالتالي نأمل أنه كخلاصة نحن رجعنا من هذه الجولة بالقافلة إلى جلة الزمور ومدينة العيون وبوجدور، وكلنا أمل بكل أمانة. نحمل نوعا من الآمال الكبيرة التي ستفيد على أنه على عهد جلالة الملك محمد السادس سينتهي هذا النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، وهذا ما نرجوه. وآخر سؤال بالنسبة لي في هذا الموضوع: ماذا بعد هذه القافلة؟ هل لديكم برنامج آخر؟ هل لديكم ورش لدراسة ولمناقشة الحكم الذاتي وتحليله، أم ماذا؟ نعم، شكرا سيدي هشام. لا شك، ونحن لما طرح الحكم الذاتي تبت، ويعني فرح الجميع بخطاب جلالة الملك. اعتبرنا بأن البداية هي الآن منذ 31 أكتوبر. ما يمكن أن يوح حصري مرة أخرى بالنسبة لي. شكرا لك. لنا لقاء جد مغلق بمدينة مدريد في إسبانيا للتفاعل مع أجواء تنزيل الحكم الذاتي. فيه إسبان، فيه إخوان من الجهة الأخرى. نعم. طيب، لمواكبة هذا دورنا كمجتمع مدني، متروك للجهات الرسمية انشغالاتها في إطار اشتغالها، ومتروك لنا وأنتم كذلك تقومون، وهذا أدوار أشاد بها الملك الدبلوماسية الموازية، سواء كانت حزبية أو لهيئات المجتمع المدني. تماما، نحن فخورين بذلك. واليوم رحنا عندنا 20 سنة تقريبا في الوجود والاشتغال على الملف.
طيب سي طارق أتلاتي، رئيس المركز المغربي للدراسات والأبحاث الاستراتيجية، شكرا لك على كل هذه المعطيات اللي نورتينا بها. شكرا لك سي طارق. شكرا سيدي هشام، وتحية لكم ولجريدة أشكين التي نكن لها كل الاحترام والتقدير. شكرا سي طارق. وبهذا متتبعات ومتتبعي الموقع الإخباري أشكين، مشاهدات ومشاهدي التلفزيون البلجيكي مغرب تيفي، كنكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة، وإلى اللقاء في حلقة أخرى. شكرا لكم.